أهلا. حط شخص في بالك ويلا بينا كده نشوف الشخص ده شايفك ازاي من عقله الباطن ايا كان برجه. والأحرف هسيبها لكم في صندوق الوصف. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى الحجر اللبني أو الأزرق، المجموعة التانية الحجر الأخضر. يلا اختار حجر من الحجرين ويلا بينا. يلا نبدأ باللي اختار الحجر الأزرق. أول حاجة هنشوف طاقتك في الوقت الحالي اللي اخترت الحجر الأزرق. طاقتك ايه في الوقت الحالي؟ طيب طاقتك هي اللي اخترت الحجر التركواز، بتقول ان انت حاسس ان يعني الشخص ده اذاك جدا، ممكن قالك كلام يضايقك جدا وانت متأثر بالكلام ده. انت نفسك الشخص ده يعني يدوق افعاله او كارما تصيبه بسبب المشكلة اللي هو سببها لك. انت شايف ان الدنيا دوارة. انت زمان كنت بارد جدا مع الشخص ده وكنت تقيل قوي وما كنتش حد سهل ان انت تقع في الحب، ورغم ان انت حد عملي جدا وواقعي الا ان الشخص ده فضل وراك يحاول يقنعك بحبه ليك لحد ما خلاك تقع في حب. وانت في العادة حد تقيل قوي وبتركز في شغلك وحياتك والحب مش من اولوياتك يعني. ومع ذلك الشخص ده خلاك تحبه، وبعد ما انت حبيته الشخص ده يعني خذلك. سمعك كلام قاسي جدا. يعني انت حاسس انه اخترت غلط او مش ده الانسان اللي كنت تتمناه او مش ده الكلام اللي كنت متوقع انك تسمعه من الشخص ده. فالشخص ده خيب امالك، ويعني كان كل يعني همه ان ينتصر عليك بالكلام ايا كان الكلام اللي هيقوله ده بيجرحك. انت في الوقت الحالي بتتجاهل الشخص ده رغم ان انت جواك مشاعر قوية اتجاهه. قلبك متجه ليه بتحبه، ولكن انت عطيله ظهرك ومحسسه ان انت يعني عادي جدا، شايف نفسك عليه في الوقت الحالي. بتحاول تبين ان الموضوع مش فارقلك بس انت داخليا بتحبه، ورغم حبه ليك انت مضطر تمشي او تكمل في طريقك. عندي هنا الابراج اللي ظهرت: الحمل والحوت والدلو والحوت والأسد والعذراء والسرطان. السرطان مرة تانية. خلينا كده نشوف. حبيبك شايفك ازاي اللي اختار الحجر الأزرق؟ حبيبك شايفك ازاي؟ طيب انا شايفة ان حبيبك شايفك ازاي. هو الشخص ده في الماضي كان شايف ان انت قدره، او ان الدنيا ضحكت له لما اتعرف عليك، او انه صدفة جميلة انه يقابلك، او انه حظه كان حلو لما شافك. ممكن كان بيحلم بتكوين أسرة أو بيت، أو إن هو يرتبط بيك، حبك وهو اللي بدأ بالحب والمشاعر اتجاهك، وكان هيموت إن أنت تقبله أو توافق عليه. ويعني في الوقت الحالي هو شايف إنه يعني ما بيحبكش، ممكن يتخلى عن العلاقة أو بعد أو مشي بسهولة وفكر إن هو ما بيحبكش. يعني ممكن تسمع نصايح أصحابه أو كلام اللي حواليه اتأثر. ممكن العلاقة دي يكون فيها طرف ثالث، ممكن تكون الأهل أو الأصدقاء، ممكن يكون سمع لكلامهم وتأثر بكلامهم. فكر ان هو يتجوز بناء على عادات وتقاليد الأهل. ولكن أنا شايفة ان هو لو سيبك عشان حد، فأنا شايفة ان مشروع الارتباط مع الشخص التاني هيفشل، خاصة لو أهله بيفكروا يتجوزوه بناء على عاداتهم وتقاليدهم، او لو هو اوريدي شخص متزوج وسابك عشان هو متزوج.
عموما الحاجة اللي هو سابك علشانها، او لو سابك علشان بيسمع لكلام صحابه كتير، فواضح ان الشخص ده مجرد ما استغنى عنك هو حاسس بتأنيب ضمير، ندم، مش عارف يبطل تفكير فيك، وده خلاه يعني يحس انه مش هيعرف يعمل حاجة من غيرك، وانه احلامه بانه يتجوز او يستقر او يكون سعيد مش هينفع غير معاك. وبدأ يعني يحس ان هو كان قاسي معاك زيادة عن اللزوم، وان الطريقة اللي اتكلم بيها معاك ما كانش ينفع يتكلم بيها معاك. انه منجذب ليك جدا جسديا وشكليا، وعنده طاقة اعجاب شديد تجاهك. هو شايف ان هو ظلمك، وانه كان لازم يكون عادل اكتر من كده. شايفاه ندمان على كلام اتسرع وقاله لك. ممكن يكون الشخص ده بيحبك وما اتكلمش معاك عن مشاعره بقوة او بين لك مشاعره. الشخص ده بيحبك ومتأثر بيك جدا، وشايفك حد طيب متفاهم، شايفك أعقل منه بكتير، شايفك مستقر وسعيد وناجح، شايفك يعني حد غيرت له حياته 180 درجة، ولونت له حياته وخليت له حياته إيجابية جدا. شايفك يعني حد حبك من النظرة الأولى، وحد عنده ليك طاقة حب لا مشروط. شايفك إنسان هادي وما بتحبش التجمعات، وعلى طول معتزل الأشخاص ومركز على أهدافك وأحلامك. حد طموح جدا وبتحب الهدوء، ممكن تحب السفر في أماكن بعيدة، تقعد لوحدك بعيد عن الناس. شايف برضه ان انت حد دمك خفيف ومرح، وكل اصدقائك بيحبوك، بس انت اللي ممكن تحب ان انت يعني تركز على نفسك، على مشاريعك، على اهدافك. ما بتديش اهتمام كبير للاشخاص اللي حواليك. يعني ممكن بتحب العزلة اكتر من الاصدقاء والمعارف وكده. الشخص ده شايفك بتفكر كتير وعندك تفكير مفرط، وشايفك ذكي قوي بتحلل كل حاجة. شايف برضو ان انت مستقر ماديا، شايف ان انت زعلان منه وبتحكم عليه احكام سلبية. شايفك يعني جميل قوي، ممكن سنك صغير، شكلك حلو، ملامحك طفولية بتجذبه جدا. شايف ان انت حتة بسكوتة وهو تعامل معاك بقسوة ورقة شديدة. يعني واضح ان هو لما ضمنك وحبيته بدأ يقلل من قيمتك، وهو فهم ده، انه لما امتلكك بدأ يقلل من قيمة النعمة اللي معاه، ومجرد ما فكر انه يتخلى عنك ولو لثانية او ليوم او اتنين، عرف قيمتك بالظبط، وعرف قد ايه انت مميز، ورجع عارف ان انت اصلا كنت حلم او حاجة هو بيتمنى ان هو يطولها زمان، وان انت امنية من امنياته، حلم بعيد المنال. فمش معنى ان هو حقق الحلم ده شوية انه يبدأ يشوف نفسه وما يحسش بقيمة النعمة ويهدرها لحد ما تمشي من وشه. فالشخص ده مجرد ما تخلى عنك، ممكن بعدها بتاني يوم فاق لنفسه وعرف انه ايه ده، هو ده الشخص اللي انت كنت بتتمنى يا دوبك انه تاخد رقمه او تتكلم معاه. مجرد ما ارتبطت وبقيت بتعامله بالطريقة دي، فبدأ يراجع نفسه كتير جدا. طيب خليني كده اشوف. لو انتوا منفصلين هل في رجوع امتى؟ والله لو انتوا منفصلين فانا شايفة ان ممكن بسبب ان انت راسك يابس او عنيد قوي، متحبش حد يمشيك بطريقته، او يجيلك وقت ما يكون فاضي، يجيلك للمتعة فقط، يجيلك يقضي معاك وقت لطيف ويبعد بقية اليوم. انت مش عايز تبقى كده، ان انت سلعة رخيصة لمجرد الاستغلال الجنسي، او انه يجيلك وقت ما يكون رايق، او يجي يقضي معاك وقت لطيف ويمشي. لا، انت مش عايز العلاقة تبقى. فانت مصمم على مبادئك وشايف ان انت صح وبتدافع عن نفسك بقوة، وعنيد جدا، والشخص ده فاهم شخصيتك. هو عايز يرجع. ممكن يكون سبب المشاكل غيرة او خناقة على طرف ثالث. عموما شايفة ان الشخص ده هيحاول يكلمك. هو خايف انه يكلمك دلوقتي تحط له حدود او تبعد عنه اكتر واكتر، او تنفصل عنه، لانه شايف ان هو ضغطك وتعبك معاه جدا في الفترة الاخيرة. وهو شايف ان انت رد فعلك يعني انت ممكن فجرت فيه، او رد فعلك غير متوقع. يعني الشخص ده مش قادر يضمنك ان انت هتقبله في الوقت الحالي، لكنه مشتاق لك جدا. هشوف لك امتى طاقة الرجوع. والله هو الشخص ده يعني
مش هيقدر يبعد عنك كتير، لانه لما بيبعد عنك بيكون وحيد مكتئب، ما يكونش في حد في حياته، بيحس بالحرمان والجوع العاطفي. انت بتسد خانة محدش ينفع ياخدها في حياته. زائد الشخص ده منجذب لك جدا جسديا، هو معترف انه متسرع في كلامه وانه مكانش يقصد الكلام اللي بيقوله. طاقة الرجوع هتكون للي اختاروا القراءة دي خلال 3 أسابيع من وقت سماعك للقراءة. للبعض هيكون في إشارة قوية من 13 ل 21/12. معانا هنا برج الثور والميزان، معانا برج القوس، دلو، حوت وجدي، أسد، جدي، عذراء، ثور مرة تانية. معانا برضو برج الحوت والسرطان، جوزاء. اكتب في الكومنتات 3 سبعات لاستقبال طاقة القراءة. خلينا نشوف اللي اختاروا الحجر الأخضر. اللي اختار الحجر الأخضر، يلا بينا كده. اللي اختار الحجر الأخضر، خليني كده أشوف طاقتك. اللي اخترت الحجر الأخضر، طاقتك ايه؟ طاقتك انت ممكن مشيت عن حاجة انت بتحبها، انت مشيت مجبر من علاقة انت بتحبها. طاقتك فيها برضو صحوة، استفاءة في الوعي. ممكن بتعاتب نفسك على حاجات كتير انت عملتها في الماضي، اخطأت في حق نفسك. طاقتك عايز تقوم تشتغل على نفسك، تعمل تغيرات كبيرة. ممكن برضو بتفكر بدل ما تعيش في اللوم والعتاب انك ممكن تكلم الشخص ده، تاخد خطوة اتجاهه. شايفاك يعني عايز تعمل شوية مجهود وإفر عشان تغير حياتك لنظام أفضل. ممكن برضو طاقتك بتقرب من ربنا، بتدعيله انه ربنا يرزقك الزواج. ممكن بتدعي ربنا كتير بالزواج اللي اختار الحجر الأخضر، وعايز طاقة الزواج تكون بسرعة، لأن انت يعني أعصابك تعبت من المحاولة في الموضوع ده، وكل ارتباطاتك فاشلة ممكن، وكل مرة بتضطر تمشي رغم حبك للشخص اللي انت حبيته. فلا بقى يعني احنا يعني كل اختياراتي مدمرة حياتي، فبدل ما اختار بقى انا ابنائي يختار لي يا رب، جوزني حد بعقد رسمي، زواج رسمي في النور من غير بقى تعب ولا مشقة. فدي طاقتك في الوقت الحالي. طيب خليني كده اشوف طاقة حبيبك. طاقة حبيبك، والله هو واضح ان حبيبك كان انسان جد جدا في الكلام، طريقة تعبيره في الكلام كانت صعبة جدا. كان بيتعامل برسمية، ممكن كان بيتعامل على ان العلاقة دي يعني كأنه مديرك في العمل، مش مجرد حبيبك، يديك شروط وأوامر وعايزك تستحمل طباعه الصعبة، يا كده يا مفيش، يا كده ما عندناش. كان حد عصبي جدا، ودايما بيحكم عليك أحكام وحشة، وكان بيقلب الترابيزة عليك دايما، يبقى عامل العملة ويتهمك انت بيها، يبقى هو اللي بيخونك ويتهمك انه انت اللي بتخونه، يكون هو اللي بيكذب ويقولك ده انت اللي كذاب، ده انت اللي بتحور. فواضح ان هو كان بيستذكى عليك جدا، وكان دايما بيراقبك، وممكن يكون الشخص ده كان بيحاول يشغل دماغه عليك دايما، كان بيلف ويدور كتير قوي. وهو دلوقتي ندمان جدا لانه مفتقدك وحاسس ان هو خسرك، وشايف ان انت يعني كنت متزن ومستقر معاه في التعامل، وان انت دلوقتي بقيت منطلق في حياتك بعد ما انفصلته، وانك مش متأثر ببعده، وان هو اللي خسرك، وانك عرفت تتوازن وتقف على رجليك من تاني بعد الانفصال، في حين ان هو مش عارف ولازال متعلق بيك. الشخص ده كان طول الوقت بيحاول يشدك بأساليب نرجسية ليه، كان يحاول يعمل لك جذب، يحاول يعمل لك إغراء، يحاول يعني يجوعك علشان تفضل دايما تجري وراه، تبقى عايز شوية اهتمام منه فتفضل تلاحق فيه. فكان طول الوقت يحاول يعاملك انه مشغول، انه مش فاضي علشان تجري انت وراه.
فالشخص ده اكتشف لما انتوا بعدتوا انت عرفت ترتب حياتك وخرجتوا منها تماما، وقعدت ترتيب وتوازن حياتك، وهو كان مفكر انه مهما نطول ان انت هتبقى قاعد تستناه، بس اكتشف ان انت غيرت الخطة تماما وبقيت غامض جدا، وهو مش عارف انت ناويله على ايه في الوقت الحالي، والشخص ده بيراقبك جدا في الوقت الحالي. خليني اشوف هو شايفك ازاي. عندنا برج الجوزاء، الدلو، الميزان والعذراء، الحوت. طيب خليني كده اشوف. عندنا برضو برج الحوت، حبيبك شايفك ازاي في الوقت الحالي ايا كان برضو. حبيبك شايفك ازاي. طيب هو واضح ان حبيبك شايفك ان انت حد في الوقت الحالي مش مفهوم وعميق جدا وغامض، وشايفك ان انت حد جميل قوي واتراكتيف جدا وجذاب قوي. شايفك كمان ان انت بتخطط لحاجة، بس هو مش عارف انت بتخطط لايه. هو شايفك في حاجة شغلاك وحاسس بيك ان انت مشغول، بس مش عارف انت مشغول في ايه. هل رجعت تدرس حاجة معينة، بتتعلم لغة معينة، بتعمل ايه؟ ما هو حاسس ان انت مشغول ومش فاضيل ومش بتركز معاه ولا بتفكر فيه، بس هيموت ويعرف انت مشغول في ايه، لان انت مش معرفه حاجة عن حياتك. سواء شايفك حد يعني ناجح، حد طموح، حد بتشتغل على نفسك وبتتعب جدا، حد كتوم قوي ومتحفظ على اسرارك. شايفك برضو حد ذكي جدا وموهوب في اكتر من حاجة. شايفك حد طموح. شايفك عندك معجبين كتير برضو. والله هو الشخص ده خايف ان انت تفاجئه بخبر زواجك او خطوبتك. هو متوقع انك يعني هتفضل ساكت وتفاجئه بخبر جوازك يعني، ودي هتبقى صدمة بالنسبة له، لان واضح ان ده شخص تايه ومش عارف يغتنم الفرصة معاك او يحصل عليك بطريقة كويسة. هو الشخص ده يعني نفسه العلاقة ترجع، بس مش عارف ده ازاي بعد كمية المشاكل اللي حصلت ما بينكم في الفترة الأخيرة. هو فكر انه المرة دي لما يعند زي كل مرة وما يعملش حاجة ان انت اللي هتبادر او هتتحرك اتجاهه، لكن اكتشف ان المدة والوقت عمال يعدي ويعدي وانت ما بتاخدش اي خطوات اتجاهه. فهو اتفاجئ بان الوقت بيعدي فترات طويلة وانت لسه في مكانك. الشخص ده كان مفكر انك هتوافق ان انت هترجع له او تكلمه، لكن اتفاجئ انك بتدور على بدايات جديدة. شايف ان انت بقيت اقوى من الاول بكتير، شايفك اتحررت منه وتدور على علاقات جديدة، شايفك بقيت متفائل وعندك ثقة بنفسك. شايفك ان انت انتصرت عليه. شايفك يعني والله هو شايفك مش منتظر ان انت يعني ان هو يكلمك او يبعت لك رسالة. هو كان مفكر طول الفترة دي انك هتبقى قاعد مستنيه او مستني ان هو يكلمك، وهو يعني كان بيتحفظ وما يرضاش يتكلم ويتبارد عليك ويتأخر انه يبعت رسالة او يكلمك او يبادر، على اساس انه اول ما هترجع له هتقوله يا مرحبا او اهلا بيك. بس هو حاسس دلوقتي انك ممكن يكون في حد تاني في حياتك غيران عليك. الشخص ده بيحبك جدا. هشوف لك هل في رجوع وامتى. في طاقة رجوع من 13/11 ل 12/12. عندي برج القوس والدلو. الشخص ده بيفكر فيك كتير قوي وشايف انه ما كانش مكتشف قيمتك الحقيقية، ما كانش يعرف مميزاتك غير لما هو اكتشف ان انت اللي كنت بتنور له حياته، ولكن ما عرفش قيمتك غير لما رحت لحد تاني او بقيت مركز في حياتك بعيد عنه. هو بيشوفك حد شاطر وناجح قوي خاصة في دراستك او في شغلك. شايفك برضو حد مغرور او حواليك معجبين كتير او ناجح في شغلك. عندي برج الجدي وبرج الاسد. شايفك واثق من نفسك وقوي اوي، مش عارف ايه سبب الثقة القوية دي. الاسد ممكن الشخص ده كان بيحاول يهز ثقتك في نفسك، كان بيحاول يكذب عليك ويحور عليك ويوهمك
لحد ما انت خرجت من اللعبة وخرجت من تأثيره، فبقى مصدوم يعني. فالشخص ده يعني لو كان زمان بيحبك فهو دلوقتي بيحبك الضعف، وقاعد يكتشف شخصيتك من بعيد، لان انت ممكن بطلت تدخله في حياتك. في طاقة رجوع، الشخص ده نفسه كل حاجة ترجع زي الأول، هو بيحبك. لو الشخص ده عنده طرف تالت فهو يعني هيرجع لك برضو مع وجود الطرف التالت، لو هو متزوج يعني. هو الشخص ده يعني رجع لك وعارف قيمتك، وعارف ان اللي عنده معاك مش هيجيب نتيجة يعني. هو تعب جدا، وشايف ان انت بتحلو اكتر في البعد، بتزداد جمال، حياتك ماشية تمام، وان هو اللي عندي ده بيدمره هو شخصيا يعني. شايفك برضو عندك نجاح وثقة في النفس مش طبيعية. ولو الشخص ده كان بيحاول يقلل منك او من من شخصيتك زمان، هو اكتشف ان ده ما اثرش فيك، بالعكس انت ازددت قوة وثقة في النفس مش طبيعية. ممكن كمان تكون نجحت. شايفك برضو حد عندك معرفة عميقة، ممكن في الاشخاص او في علم النفس، في الامور الروحانية. حدسك واحساسك صحيح دايما. اكتب في الكومنتات 3 سبعات لاستقبال الطاقة.